السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مبروك، أنا مش مصدقة والله إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يكبر خاطرك يعني كل لحظة وكل ثانية ربنا يديم عليك الصحة والعافية يا رب. وإياكم جميعا. يعني أنا بعتبر إن ربنا راضي عني إن أنا كلمت حضرتك الله النهاردة. يسترك، الله يسترك. يعني حضرتك حاجة عندنا كبيرة قوي وبندعي لك والله العظيم. أنا بس كان ليا سؤال صغير. مم. هو والدتي عندها 67 سنة، وجدتي لأمي يعني عندها 92، يعني ربنا يديها الصحة يعني. خالي بقى هو منفصل وعايش معاها، هو اللي بيخدمها وكده. ومانع والدتي خالص بدون أي سبب، يعني ربنا يحاسبني يعني. بدون أي سبب صدر من أمي. أصلا أمي طول عمرها في حالها خالص، مفيش أي حاجة صدرت منها حتى مش اجتماعية يعني. كمان عشان أقول لحضرتك، منعها خالص إن هي تزور جدتي، منعها تروح البيت هناك. كل ما تحضر نفسها وتروح عشان يعني اللقى نصيب زي ما حضرتك بتقول ساعات. ويعني هي جدتي كبيرة في السن مسنة. فمنعها خالص، منعها يعني. كل اللي بيقول لو جت هناك البيت لا، انا هعمل مشكلة لازم وحاجات. يا نهلة أدخل هنا. اتفضل اتفضل يا دكتور. هي سته بتدي ماما حاجة لما تروح لها؟ لا خالص، ده هي عايزة أمال تشوفها وبس. بيمنعها ليه؟ والله العظيم يعني هي مين اتحاسب عليه يعني. استني ولو استني، اتفضل. يمكن بتروح ماما تضايقه، يا اللي انفصلت، يا اللي مش نافعه معاك واحده ست، يا يعني فاشل، ابقى لا، قابلني لو حد رضي بيك. طب هقول لحضرتك حاجة. انا ما هي اعرفش، انا بتوقع كل لا الاحتمالات. طبعا طبعا حق حضرتك. والله هي والدتي يعني مش هشكر فيها، بس هي والدتي في حالها قوي بشهاده الكل. حتى يعني حتى كل حد في العيله ليه انا كلمه. هريحك واقول لك الخلاصه. اتفضل يا دكتور. ما دام خالك قاعد مع ستك وبيخدمها وبيقوم بطلباتها، الله يكرمه ويتوب علينا وعليه من منع اخته انها تشوف امها. ماذا على ماما انها تعمل؟ تروح من على الباب. اسمعوا كلام مبروك عطيه. يا ماما انت كويسه؟ قبل ما يجيب المقشه من جوه ويقول لها امشي، تكون يا ماما انت حلوه. الملائكه تسبح لها وتستغفر لها وترضى عنها، وربنا يرضى عنها. على الباب، ما نتلككش، بلا يمنع بلا ما يمنعش. اسمعوا كلامي، ربنا يكرمني ويكرمكم. فاصل وإن شاء الله نواصل، فانتظروا. مرحب بحضراتكم، ومعانا راجعين على سعدية، يجعل السعد حظنا وحظكم. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبنا؟ الله يسترك. الله يخليك. انا عايزه اسالك سؤال وحضرتك. أوي. انا دلوقتي معايا ذهب وبطلع يعني كل شهر مبلغ حلو. هل والناس اللي انا بطلع لهم غلابه اخليه لاخر السنه واطلعه، ولا زي ما ماشيه كل شهر بطلعه؟ طيب، هو الذهب أكتر من 85 جرام؟ ربنا يزود. شوفي زكاته كام على ال 1025 وشيليهم على جنب، ويجوز انك تديهم شهرية للفقراء بدل ما تديهم مرة واحدة كل سنة، وهم هيخلصوها وهيرجعوا لك اخر الشهر الجاي اول الشهر الجاي. هتقولي الزكاة خلصت. الزكاة كلمة ممكن تجرح في زمان الجرح يعني كلمة الجرح على فكرة علم اسمه الجرح والتعديل. يقولوا فلان مجروح، يعني كذب تعب